شوف يا سيدي، أنا هحكي لك عن حكاية حصان طروادة اللي قالك عليه زازا وجرجير. احكي لي يا جدو، احكي لي. زمان زمان، يجي من 3000 سنة، في بلاد اليونان القديمة كان فيه بلد اسمها طروادة. كان سكانها فرسان أقوياء وشجعان، يركبوا الخيول على الأرض مهما كبرت، ويركبوا البحر مهما الأمواج عليت. وكان فيه أمير بيحكم طروادة اسمه باريس. وفي يوم سافر باريس لبلد اسمها اسبرطة، ولما شاف هيلين زوجة ملك اسبرطة قال في نفسه أنا لازم أخطفها. وخطف باريس هيلين مرات الملك وهرب بيها على بلده طروادة. ولما عرف الملك اللي حصل نده عساكره وقال لهم مراتي هيلين خطفها المجرم باريس يا أجامemnon، عاوزك تجهز جيشك وسلاحك وتهجم على طروادة، تطربقها على دماغ اللي فيها وترجع لي الأميرة. أوامرك يا ملك الملوك. ومشي القائد أجامemnon والجيش معاه لغاية ما وصلوا طروادة. لكن أسوار طروادة كانت عالية عليهم، وبوابتها متينة زي الجبل، ما عرفوش يهدوها وما قدروش يدخلوها. يظهر مفيش فايدة يا أجامemnon، بقالنا 10 سنين محاصرينهم ومش عارفين ندخل طروادة سيادتك. تمام سيادتك، أنا عندي فكرة ممكن ندخل لهم بيها سيادتك. قول بسرعة، ايه هي؟ نبني حصان خشب ونستخبى جواه ونسيبه لهم قدام البوابة، هيفتكروه هدية سيادتك ويدخلوه المدينة. نيجي طالعين بالليل ونهجم عليهم سيادتك. فكرة هايلة، يلا فورا ابنوا الحصان. وبنى أجامemnon الحصان الخشب واستخبى جواه مع العساكر بتوعه. وانخدع جيش طروادة وفتحوا البوابة ودخلوا الحصان المدينة على إنه هدية ثمينة. وفجأة خرج من الحصان جيش أجامemnon وهجموا على طروادة وقدروا يهزموهم. آدي يا سيدي حكاية حصان طروادة، وأسيبكم أنا بقى شوية علشان تشوفوا هتعملوا إيه. فهمت الحكاية يا زعتر؟ الحكاية طبعا فهمتها، بس اللي أنا مش فاهمه إيه جاب الحكاية اللي حصلت من 3000 سنة لزماننا دلوقتي. طرائيع هو اللي خطف مرات الملك اللي هي التوك توك بتاعك، وانا وجرجير بقى زي أجامemnon اللي هيستخبى له في الحصان ويجوا طالعين منه فجأة علشان يرجعوا لك التوك توك. كده فهمت. طرائيع أجامemnon وطروادة هيلين راكبين التوك توك 22. لا سهلة أوي، سهلة. اسورة المارشدير، النضارات علشان ما ينيمناش، مسدس احتياطي. يا ترى ناسين حاجة يا جرجير؟ متهيألي لأ، وأنا كمان جبت الخريطة اللي هننفذ بيها العملية. خريطة ايه يا جرجير؟ خريطة ايه انت كمان؟ خريطة المكان وطريقة الهجوم على طرائيع. انت نسيت؟ لا سيبها، ملهاش لازمة. احنا مش خلاص اتفقنا على كل حاجة مع زعتر؟ بلاش. طب هنسمي العملية ايه المرة دي؟ ما بلاش المرة دي نسميها حاجة يا جرجير. لا ما يصحش، مفيش عملية بوليسية من غير اسم. فكر معايا، هنسميها ايه؟ هنسميها ايه؟ لقيتها، عملية حصان طروادة. دخل رجلك شوية يا زازا. أيوة. أيوة حلو أوي كده. وبعدين بقى فاتت ساعة ولسه طرائيع ما وصلش. أنا خايف لا ما يجيش. ما تتكلمش عشان ما تكشفناش، زمانه جاي. وافتكر هتقول له ايه؟ حاضر. ايه ده؟ معلش اتأخرت عليك شوية يا زعتر، بس كان لازم اتأكد انك جاي لوحدك زي ما اتفقنا. اصلا انا حويط جدا. لا اطمن يا طرائيع، انا جاي لك لوحدي خالص. لوحدي. امال الذهب اللي اتفقنا عليه فين؟
اوعى تكون جاي لي من غيره، لا ازعل منك يا زعتر. لا 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 لا، الدهب طبعا انا جبته وحاطته لك كله جوه العلبه اللي هناك دي عشان ما حدش يشوفه، عشان ما حدش يشوفه. دهب في العلبة دي؟ لا، جديدة دي. ها، وانت جبت لي التوك توك بتاعي مش كده؟ ايوه اهو متعلق حوالين رقبتي، بس الاول استلم واسلمك. يرحمكم الله يا ابو سريع. مش انا يا ريس. ولا انت ولا انا. يبقى في حد غريب هنا. احنا اللي عطسنا. ايه ده؟ وهنمسكك يا طرقيع. بتضحك عليا يا زعتر؟ ايوه يا طرقيع، بضحك عليك. هات التوك توك ده الاول. وهات الماسة دي كمان. امال فين التالتة؟ مش معايا. سلم نفسك وما تقاومش احسن لك، المسدس ده بيطلع 30 بخة في الثانية. خلاص انا سلمت، بس اسمحوا لي اودع اللعب اللي هنا قبل ما تقبضوا عليا. ودعهم بسرعة. مع السلامة يا لعبي، هتوحشوني قوي. هتوحشوني. خلاص بقى يا طرقيع، كفاية عياط، انا خلاص مش قادر امسك نفسي. وقبل ما امشي هقول لكم كلمة واحدة. هجوم! ايه ده؟ انت وهو وسع، بقول لك بس سيب ايدي. تعالى هنا يا طرقيع، مش هسيبك. الحق يا زازا، طرقيع اختفى. ولا يهمك، انا هرجع الزمن 30 ثانية لورا بالاسورة. خلاص انا سلمت، بس اسمحوا لي اودع اللعب اللي هنا قبل ما تقبضوا عليا. لا، مش هنسمح لك المرة دي يا حلو. قديمة يعني بلاش اقول هجوم. برضه هرب مننا. طب ما ترجع الزمن تاني. ما ينفعش، الاسورة دي بترجعه مرة واحدة بس كويس قوي اننا خدنا منه الماسة وما فضلش معاه غير واحدة. المهم ان توك توك يا حبيبي رجع لي. انت ما بتفكرش الا في التوك توك بتاعك بس يا زعتر. مبروك عليك. الو، اسمعني كويس يا نعنع. سمعك يا زعتر. عاوزك تنزل اعلان على الارض وفي الفضاء لكل الوفود السياحية واللي مش سياحية. اعلان عن ايه؟ اعلان تقول لهم فيه ان رحلات التوك توك 22 هتبتدي تاني ويقدروا يزوروا اي كواكب هم عايزينها. حاضر. ما تنساش بقى. مع السلامة يا نعنع. يعني برضه هتعمل رحلات بره الارض؟ طبعا، امال انا رجعت التوك توك 22 ليه؟ يعني برضه مش عايز تسمع الكلام اللي انا قلته لك قبل كده؟ كلام ايه؟ مش فاكر. انك تشجع الناس يتفسحوا هنا على الارض اللي اتولدوا عليها وعاشوا فيها. يا ظريفة، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ارض ايه بس اللي ما بقاش فيها حاجة دي؟ طيب يا زعتر، مبروك عليك التوك توك 22 مرة. خلاص يا إي فهمت اللي أنا عايزه. فهمت يا جرجير. وهتجيب لي اللي طلبته حالا يا جرجير. تحب أجيب لك حاجة تانية يا جرجير؟ أقول لك هات لي كمان فراخ مشوية وكمان ديك رومي. أيوة ديك رومي و10 كيلو كباب وصينية بسبوسة كبيرة قوي وطبق مسقعة كبير قوي وسلطانية قمر الدين وحلة ملوخية بالأرانب وطاجن بامية باللحمة المفرومة كفاية؟ لا مش كفاية. عايز خروف مشوي حالا. كل اللي طلبته يكون عندك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على طعامة الأكل، يا سلام على حلاوته. قاعد بتعمل ايه عندك يا جرجير؟ يعني هكون بعمل ايه يا زازا؟ زي ما انت شايفني
باكل ما لذ وطاب من الحلوى والكباب. كباب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا مش شايف ولا كباب ولا حاجه. ايه ده؟ مش معقول، مش ممكن. الاكل اللي كان قدامي راح فين يا زازا؟ ده مفيش الا الحبوب. امال انت فاكر ايه؟ كل بقى حبوب لغايه ما تشبع. لا 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 لا، ده إيقي جاب لي كل اللي نفسي فيه. ده حرام، ده ظلم، حرام. ده انا ابن ناس يا ناس. حرام عليك اللي بتعملوا فيا ده. طب سيب لي البسبوسه. جرجير جرجير، بسبوسه ايه؟ فوق يا جرجير جرجير. انت باين عليك كنت بتحلم ولا ايه؟ يا خبر، انت السبب في اللي حصل لي يا زازا. انت السبب، انت السبب. انا السبب في ايه؟ مش فاهم. انت اللي دخلت عليا وانا باكل وطيرت الاكل كله من على الترابيزه. وهو انت فاكر نفسك كنت بتاكل بجد؟ يا اخي بقولك كنت بتحلم، كابوس يعني، نايت مير. قول لي نام يا حبيبي نام، واحمر لك جوز حمام، بس اوعى اصحى الاقيهم اتاكلوا. ما انت هتاكل في الاحلام. انا بحلم اني يا جرجور كنت باكل ديناصور، واني بغني في احسن قاعه وصوتي بيجلجل في الزور. بحلم اني يا زازا بعوم من غير ما اتعب 20 يوم، وقابلت السمكة الذهبية وشربنا منجه وعصير دوم. سافر بالاحلام لبعيد، روح بخيالك للحواديت. نام يا حبيبي نام واتغطى، لكن اوعى النوم ده يزيد. اصحى يا جرجير، اصحى بقى، اصحى يا جرجير. يوه. يا سلام يا زازا، أما الأحلام دي جميلة بشكل. مش كلها يا جرجير، ساعات بتبقى فيه أحلام وحشة، كوابيس يعني زي ما قلتلك. يا أخي أنا بتكلم عن الأحلام الجميلة، زي الحلم اللي أنا شفته وأنا نايم. كان زي الحقيقة بالظبط. بجد؟ أيوة، تتصور حتى طعم الأكل اللي كان في الحلم لسه ببقي لغاية دلوقتي. أنا سمعت كمان إن الواحد في الحلم بيعمل كل الحاجات اللي نفسه يعملها في الحقيقة، بس مش عارف يعملها. يعني أنا كده هفضل آكل في الحلم بس ولا إيه؟ لا يا جرجير، لما نخلص مهمتنا هنرجع زماننا وتاكل بقى كل اللي نفسك فيه. صباح الخير، صباح الخيرات، صباح الخير يا نيترون. هل تناولتم الفطور؟ نعم، أنا تناولته، بس في الحلم، ويا ريته يتحقق بجد، بدل الحبوب اللي بناكلها كل يوم زي الفراخ. هل أنت تريد تحقيق حلمك؟ طبعا، وهو في حد مش عايز حلمه يتحقق؟ بس حققه ازاي؟ تحققه عن طريق جهاز تحقيق الأحلام الموجود في المستقبل. ايه؟ بتقول ايه يا نيترون؟ هو في جهاز هنا بيحقق الأحلام؟